أهلا بيك. النهاردة هنتكلم عن خضار مهم جدا، اللفت اللي منعرفش عنه غير إنه مخلل بس، وكمان بنشتريه من غير الورق اللي هو أفيد. طب تعرفوا إن ورق اللفت أفيد من الجذور والبياعين بترميه؟ تعرفوا إن فيه فيتامينات مش موجودة في الجدر زي الإيه والكي. اللفت كمان مهم جدا لأمراض الشتاء زي البرد والتهاب المفاصل. فتعالوا نتكلم دلوقتي عن الفوائد الطبية لللفت وإزاي هنعرف ندخله في أكلنا. أولا، اللفت بيقوي المناعة، غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، بيقلل الالتهابات ونزلات البرد. فيتامين سي موجود بوفر جدا في ورق اللفت اكتر من الجذر. هو كمان ليه تأثير مضاد للالتهابات، عشان كده هو مهم جدا في التهاب المفاصل، وعشان كده هو نبات شتوي لان التهاب المفاصل بيزيد جدا في الشتاء. اللفت كمان بينظم الهضم عشان فيه الياف عالية بتريح القولون فبتقلل الامساك والانتفاخ. اللفت بيحتوي على الجلوكوزينوليتس ودي بتساعد الكبد انه يشتغل بكفاءة ويتخلص من السموم. هو كمان ليه دور في السكر، هو بيوزن السكر في الدم. اليافه بتبطئ امتصاص السكر فبيزود حساسية الجسم للأنسولين. اللفت مهم جدا، بيساعد في خسارة الوزن، بيحافظ على نسبة السكر الطبيعية في الدم، فده بيساعد على عدم الإحساس بالجوع. وهو كمان سعراته قليلة فبيشبع من غير ما يرفع دهون أو كربوهيدرات. برضه اللفت بيقوي العظام، هو بيحتوي على فيتامين كي وبيحتوي على كالسيوم. فيتامين كي بيثبت الكالسيوم. فيتامين كي موجود فقط في الأوراق وغير موجود في الجذور اللي احنا بنخللها، وهو بيقلل خطر هشاشة العظم. وفيتامين كي كمان بيعتبر محفز لعملية بناء العظام. اللفت كمان مفيد للقلب لأن هو بيقلل الكوليسترول الضار وبيحسن صحة الأوعية الدموية. نيجي بقى على ضغط الدم، هو غني بالبوتاسيوم وده بيعمل على خروج الصوديوم من الجسم فبيقلل الضغط. في نيترات طبيعية بتتحول لأكسيد النيتريك وده بتوسع الشرايين. الصوديوم بتاعه قليل جدا فده مناسب لمرضى الضغط. مضاد للالتهاب، كمان بيحافظ على مرونة الأوعية. اللفت بيعمل على تقوية البصر. ليه؟ لأنه بيحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ألف ودي موجودة في أوراق اللفت فقط، ودي مهمة جدا لعملية الإبصار. اللفت كمان غني بمادة اللوتين المضادة للأكسدة، ده بيحافظ على صحة العين وبيقيها من مشاكل زي اعتام عدسة العين، وبيقلل خطر المية البيضاء وبيحافظ على الشبكية. اللفت كمان بيقلل من خطر بعض أنواع السرطانات زي خطر سرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس بالذات. ليه؟ لأن هو بيحتوي على مادة سلفورفين اللي موجودة في اللفت بتخلي اللفت له قدرة على محاربة السرطان. هو مش علاج لكن عامل وقائي قوي داخل النظام الغذائي الصحي. اللفت كمان بيساعد الجسم انه يتخلص من الاستروجين الزائد، عشان كده هو مفيد في تكيس المبايض وفي حب الشباب الهرموني. كمان مفيد للكلى لانه هو مدر بول خفيف بيساعد على التخلص من الاملاح. اللفت كمان مفيد للشعر لان هو بيحسن الدورة الدموية في فروة الراس وبيقلل التساقط المرتبط بنقص الفيتامينات. هو فيه فيتامين ج اللي بيساعد في تكوين الكولاجين اللي بيدخل في بناء الشعر. كمان بيحتوي على الحديد، ومعروف ان نقص الحديد بيؤدي لتساقط الشعر. وأوراق اللفت بتحتوي على كمية بتغطي 6% من حاجة الإنسان اليومية من الحديد. هو كمان بيحسن البشرة، هو بيساعد على إنتاج الكولاجين فده بيقلل البهتان وبيحارب الالتهابات الجلدية. كمان بيحتوي على فيتامين ألف له دور في التحكم بكمية الدهون اللي بيفرزها الجلد. هو كمان بيحتوي على فيتامين ج اللي بيساعد في تكوين الكولاجين اللي بيدخل في بناء الجلد. اللفت بيساعد على امتصاص الحديد، وطبعا الحديد ده جزء مهم جدا من أي نظام غذائي. تناول اللفت بانتظام بيساعد في تحسين قدرة الجسم على امتصاص الحديد. اللفت كمان بيساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء. أوراق اللفت غنية بحمض الفوليك اللي بيعد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ومن المعروف إنه بيساعد في منع مشاكل لدى الأجنة أو تشوهات الأجنة، عشان كده هو من ضمن الوجبة الغذائية للحامل. نيجي بقى لأضرار اللفت. يا ترى بعد ما فوضنا عرفنا كل الفوائد المهمة لللفت ديت، ايه أضراره؟ أولا، أي حد عنده مرض مزمن المفروض بيستشير الدكتور في أي أكل يخصه. فمرضى الغدة الدرقية لازم يستشيروا الدكتور في أضرار اللفت. وأمراض السيولة، الناس اللي بتاخد أدوية سيولة زي الورافيرين برضو لازم يستشير الطبيب. أدوية الموسعة للأوعية الدموية، اللي بياخد أدوية موسعة للأوعية الدموية زي النيتروجليسرين برضو يستشير الدكتور بتاعه، أو ياخده بكميات معتدلة ما يصرفش فيه. وإحنا بنفضل إن إحنا لو هنستخدم الورق في الأكل بنسلقه الأول وبنضيفه بقى للسلطات، نستخدمه في الشوربة علشان بيبقى فيها الأوراق بيبقى فيها أوكزاليك أسيد ودولت بتمنع امتصاص بعض المعادن، غير إن هي خطر جدا طبعا على الناس اللي هي بتصاب بحصوات وكده أو حصوات كلى وكده. فاللفت احنا مش مجرد مخلل بنخلله وننساه، لا ده هو مفيد جدا وخصوصا اوراقه كمان. ازاي بندخل ورق اللفت في وجبتنا؟ اول حاجه ورق اللفت بنغسله طبعا كويس ونقطعه ونسلقه ونشوحه بزيت زيتون، دي طريقه. في طريقه تانية ممكن نحطه مع شوربه الخضار مع الكوسه بيديها طعم حلو وبتبقى جميله جدا ومفيده في الشتاء. تاني حاجه ممكن نقطعها زي السلطه مع السبانخ والجرجير، بيتفرم وبيتحط برده في اكلات زي الرز او العدس. وبكده بنكون خلصنا حلقه فوائد
فايد اللفت، نبات بسيط لكن فايدته كبيرة للمناعة والمفاصل والبرد في الشتاء. لو استفدتوا من الحلقة ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والاشتراك في القناة. استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة. أشوفكم على خير.